الله 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 يا حبيب الله 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 يا رسول الله. قمر إذا كشف اللثام رأيته أبهى من البدر المنير وأحسنا. يا من تخيره الإله لخلقه شمسا ونجما ونورا وسنا. يا من على باب الجنان أول من مثله من عرش الله قد دنا. الله 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 يا رسول الله الله يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وجعله مثلا كاملا للعاملين بمنهج الله وأسوة حسنة للمؤمنين وحجة على الخلق أجمعين. الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عظيم الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. الحقيقة الغرب دلوقتي طلع لنا بأن احنا كلنا قرية واحدة وان لازم كلنا نبقى على فكر واحد وعلى ارتباط واحد. الحقيقة هو ما جابش حاجة جديدة، يعني الإسلام هو بيتفق تماما مع التطور البشري والتحضر والتقدم البشري. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من نفس واحدة، لكن بحكمته جعلنا مختلفين في الأشكال وفي الألوان وفي الألسنة. وربنا سبحانه وتعالى بالحكمة العظيمة دي ليه؟ علشان نحاول ان احنا نتعرف على بعض، نعمل جهد للتعرف على بعض. في لغات مختلفة وطبائع مختلفة، فلازم نتعلم علشان نقدر ناخد بإيدينا وبإيدين بعض نتوحد تاني لله سبحانه وتعالى. فالإسلام جعل ان التعامل البشري تعامل جميل جدا ورقيق جدا وفيه سمو وعلو وارتفاع. الإسلام ما خلاش ان في ابيض واسود، ولا في خلى ان ده اهل ذمه لا، كل واحد لا اكراه في الدين. احنا ما يعني الاسلام ما بيكرهش اي واحد على انه يبقى مسلم، لا، كل واحد بيختار، بيوصله الحقيقه ويختار براحته اذا كان يقبل او لا يقبل، او يرضى بانه يتبع الله سبحانه وتعالى ورسوله، او ما يتبعش، ده يتبع اللي هو عايز يتبعه. كل واحد حر، فما فيش إكراه. لو احنا أكرهنا الناس على الإسلام هيبقى في منافقين، مش هيبقى في مؤمنين. والمنافق أشد خطورة جدا من العدو نفسه، من الكافر نفسه. الكافر له حق في الإسلام إن احنا لازم يبقى له حق الحياة، مش علشان هو كافر يبقى احنا لازم نخلص عليهم في الدنيا وبتاع. لا، ربنا سبحانه وتعالى عاوز البشرية تستمر والرسالة تستمر، والعلاقات ما بين البشر استمرارية مستمرة. لا، مفيش حد يصدر على حد حكم انه ده داخل النار وده وانا اتعالى عليه لان انا مسلم وداخل الجنة لا 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 لا. احنا ما نعرفش ايه نهايتنا، ايه مصيرنا في الاخر. المصير بيد الله سبحانه وتعالى. احنا نتعامل مع بعض بود وتراحم وتفاهم وحوار قائم ما بيننا وما بينهم. احنا نعلم الحق، ولازم يبقى عندنا الثقة في وبابتسامة عظيمة جدا وابتسامة ثقة ان احنا على حق ونوصل الموضوع. وعلى الانسان انه يتقبل او ما يتقبلش، هو براحته. ولكن اذا اعتدى على الله سبحانه وتعالى وعلى الدين وانه بيحارب الله ورسوله، لازم احنا نقف وقفة هنا، وقفة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في آيته الكريمة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. شفتم الآية الكريمة؟ ولا عدوان إلا على الظالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان دايما بيوصينا على أهل الذمة، ليهم طقوسهم وليهم حياتهم، كان بيأمنهم على حياتهم وعلى طقوسهم الدينية. ده حتى كمان الرسول صلى الله عليه وسلم عمل حلف مع بعض القبائل المسيحية،
ده غير كمان لما وصى بأقباط مصر عند فتح مصر، يعني قال لهم إذا فتحتوا مصر فوصاهم على أقباط مصر. كمان سيدنا عمر بن الخطاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جه يستلم أو يفتح باب المقدس، يستلم مفاتيح أبواب المقدس. بابا الكنيسة بتاعت إيليا يعني طلب منه أنه يصلي بالمسلمين داخل الكنيسة، لكن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعني رفض أنه يصلي، عسى أن المسلمين بعد كده يجوا يصلوا في الكنيسة ويقولوا أن سيدنا عمر بن الخطاب صلى هنا فيصلوا هنا. فطبعا ده احترام كمان للمقدسات، مقدسات الآخرين. مفيش حد أبدا أنه يكره الآخر على أنه يمشي على عقيدتك أو على فكرك. كل واحد لازم نتكلم معاه بالحكمة والموعظة الحسنة اللي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى لما نجادل أهل الكتاب أو أي حد آخر، حتى يعني الكافرين. فلازم نتكلم معهم بلين وبحسن خلق، لأن الإسلام عمره ما انتشر إلا بحسن الخلق والمعاملة الطيبة. يعني المسلمين في شرق آسيا وفي المناطق الآخرين، التجار بحسن تعاملهم هو نشر الإسلام. لازم يبقى فينا الأول الإسلام قبل ما ندعو إلى الإسلام. لازم نبقى احنا على خلق النبي صلى الله عليه وسلم عشان خاطر الآخرين يعني يتقبلوا عقيدتك أو يتقبلوا المنهج اللي انت ماشي عليه. وإلا لو شافوا اختلاف غير كده، يعني لو شافوا حاجة عكس اللي انت بتنادي بيه، هيأمنوا بيك ليه؟ يعني ما انت زيهم، يعني ماشي على نفس نهجهم وعلى نفس فكرهم، بتنادي بحاجة وانت ما بتعملهاش. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هو ده الأهم، إن إحنا لازم نقول اللي إحنا بنعمله. لازم يبقى فينا الإسلام قبل ما ندعو إليه، وقبل ما نقول تعالوا يا جماعة في إسلام أسلموا. فلازم يبقى ده فينا الأول، الخلق موجود، العقيدة موجودة، بعد كده السلوك والموعظة الحسنة واللطف واللين والحوار، وبعد كده الواحد يقبل أو لا يقبل هو حر، الحساب عند الله سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. زي ما قلنا قبل كده، الإكراه في الدين بيجعل فيه منافقين، والمنافقين أشد خطورة في الإسلام على المسلمين، لأنه طبعا دي جبهة داخلية. طب تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم في موقف جميل جدا يعلمنا إزاي الدعوة. كان في صبي يهودي كان خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض شديد جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح زاره. لما زاره كان أبو الولد واقف جنب الصبي وجنب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بابتسامة جميلة جدا وبود وبتراحم دعاه للإسلام، قال له أسلم. فالصبي بص لأبوه يقول لي إيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فوالده قال له أجب أبا القاسم. فطبعا الولد شهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم انبسط جدا وساعد أنه أنقذ نفسه من النار. فطبعا هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام ده كله، ده عشان ناخد بإيدين الناس. لازم يبقى في علاقة ود وتراحم ما بيننا وما بينهم، إنه يبقى بناخد بإيديهم نعرفهم بالله سبحانه وتعالى عشان ننقذ نفس من النار. رب الله سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. احنا كتير بنفهم غلط، يعني احيانا كتير تقوله مثلا واحد يا اخي يعني تدين والتزم او اسلم او بتاع، فيقول لك ايه ادعي لي، ما هو لو شاء ربنا سبحانه وتعالى انا هسلم او انا هلتزم وهتدين وهبقى ملتزم. وهو لا،
الموضوع مش كده خالص. الموضوع ان الانسان احنا ما نقدرش نهدي واحد احنا بنحبه، لكن الله سبحانه وتعالى يهدي اللي عاوز. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. اللي عاوز ربنا هيهديه سبحانه وتعالى. حتى شوفوا، من تقدم الي شبرا، يبقى العبد الاول هو اللي بيتقدم، هو اللي بيبقى عاوز. لما بيبقى عاوز تقدمت اليه ذراعا. الذراع ده بمقياس الله سبحانه وتعالى، ومقياس الله سبحانه وتعالى ذراعه قد ايه الله اعلم. فهنا مشيئه الله سبحانه وتعالى بتسبق الخطوه اللي هو الانسان عاوز يتقدمها. لكن الاول ايه اللي بيحصل؟ ربنا بيشوف الخطوه اللي عاوز الانسان يتقدمها الى الله سبحانه وتعالى، يهتدي بيها الى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بمشيئته بتسبق مشيئته، لانه طبعا تقدم الله سبحانه وتعالى ذراع اكبر من الخطوه. فهنا وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. نعم، ولكن لازم ربنا سبحانه وتعالى يشوف مننا ان احنا عاوزين الهدايه، فربنا سبحانه وتعالى يهدينا. لكن مش عايزين، ربنا هيهدينا ليه؟ طالما احنا مش عايزين، ربنا هيهدينا ليه؟ لازم احنا اللي نسعى للهدايه، احنا اللي نتقدم للهدايه، احنا اللي نحاول ان احنا نهتدي ونطلب من الله سبحانه وتعالى الهدايه. لكن ان احنا اقول لك والله فلان ادعي لي ان ربنا يهديني، ادعي لي ان اصلي، ادعي لي ان طب ما انت مش عاوز، حتى لو دعيت لك ما انت مش عاوز، مش هتحصل حاجه. يبقى اذا الانسان لازم هو اللي يعوز عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني اذا يعني من تقدم الي شبرا تقدمت اليه ذراعا، ومن تقدم الي ذراعا تقدمت اليه باعا، ومن جاءني يمشي جئته مهرولا. يعني دي رحمه الله سبحانه وتعالى. هو الاسرع، هو اللي بيجي بسرعه علينا، اسرع مننا، بس لازم يشوف مننا احنا عايزين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الدعوة ليها فن يا جماعة. يعني أهل الباطل بيتفننوا إزاي يدعوك للباطل، بيفكروا إزاي يوصلوا لك، يجملوه ويوصلوه بفكر عالي جدا عشان خاطر تنجذب وتروح لأفكارهم وتتمثل بيهم. ما بال بقى إحنا اللي على الحق؟ إزاي لازم يبقى عندنا فن الدعوة، لازم تبقى الفن الدعوة ده فينا الأول، سواء في شكلنا في سلوكنا، يبقى عندنا جمال للدعوة علشان يبقى فيه جذب للحق للحقيقة. يعني الدعوة ليها فن عظيم جدا، طبعا فيها اللين والرحمة والرأفة، مش ان احنا نتعالى ونكفر الناس ونعتبرهم ان هم دول رايحين في توكر واحنا اللي ناجيين. لا 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 لا، ما هم محتاجين لنا. ما احنا لو تعالينا عليهم هيقول لك ما تروح في داهيه وتغور، انا مبسوط باللي انا فيه. لكن لا، احنا هم محتاجين لنا، قلوبهم حيرانه، عندهم افكار كتير اتربوا عليها وطلعوا اتنشأوا فيها ومعتقدات خاطئه. لازم احنا نوصل لهم المساله بشكل بسيط، بشكل جميل، بشكل فيه تفاعل، في رحمة بشرية وفي اتصال بشري ما بيننا وبين بعضينا، مش تعالي وقهر وظلم وفي نفس الوقت او ان انا يعني الاقي منكر اعمله باليد. اليد ده اللي انا عندي ليه سلطة، ابني اللي حواليا، لكن الاخرين ابدا لازم اتعامل معهم بالحكمة والموعظة الحسنة. تعالوا نتكلم في موضوع تاني وهو المستأمنين. المستأمنين مين هم دول؟ اللي هم بيجوا بلاد الإسلام، سواء الأجانب أو الغير المسلمين، بيجوا بلاد المسلمين عشان يتعالجوا أو يتعلموا أو يعملوا سياحة. دول ليهم حرية. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بيهم بأن هم نأمنهم على روحهم، نأمنهم على طقوسهم، يعملوا طقوسهم ويعملوا عقيدتهم، يعملوا كل شيء، يمارسوا حياتهم، لأن هم في بلاد المسلمين عليهم ان احنا نأمن لهم حياتهم، مش ان احنا يشوفوا مننا بقى القهر والفرقعة والمعرفش ايه لا، ده كلام، ده مش من الإسلام، والإسلام بريء من الموضوع ده تماما. والرسول صلى الله عليه وسلم
يعني بريء من ده تماما. عمره ما وصل لنا في رسالته لينا ان احنا نتعامل مع غير المسلم بالعنف وبالقهر وبالموت وبالفرقعه كل ده الاسلام بريء منه تماما. احنا يعني ما نتهمش الاسلام بانه اسلام فيه ارهاب او قهر او بتاع، لا، ده فيه تسامح وفيه تعامل وفيه رحمه وود ما بيننا وما بين الاخر. لازم نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم ازاي نتعامل مع الاخر ونقيم حوار مع الاخر، هو ده اساس الاسلام. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. بالنسبة لأهل الذمة اللي هم طبعا أهل الكتاب اللي عايشين في بلاد المسلمين أو اللي بيجوا بلاد المسلمين، في أحاديث كتيرة جدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصينا بيهم إزاي. شوفوا الحديث ده. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. وفي رواية أخرى: من أمن رجلا على دمه فقتله وجبت له النار وإن المقتول كافرا. وفي رواية أخرى الرسول صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. شوفوا خلي بالك، أمن يعني إيه؟ يعني أمانة، هنا أمانة، وبعدين يبقى هو هنا يحمل لواء الغدر، يعني يبقى غدار يوم القيامة. ويقول: من قتل معاهدا في غير كنهة يعني في غير وقته، يعني مش في حرب، في سلم، في وقت سلم، حرم الله عليه الجنة. ويقول أيضا: من آذى ذميا فأنا خصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: منعني ربي أن أظلم معاهدا ولا غيره. وفي رواية أخرى: من قتل نفسا معاهدا ذميا لم يشم رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عام. يعني شوفوا المسألة مش سهلة زي ما احنا متصورين. اللي بيحصل ده في العالم كله ده مش من الإسلام ولا من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. الإسلام بريء من اللي بيحصل في العالم كله. ده احنا كمان ايه اللي يحصل، اللي يقتل ذميا او معاهدا ده ما بيشمش الجنة، يعني اللي هي يعني ريحتها بتبقى موجودة كده على مسيرة 40 عام، ما يشمش ريحتها حتى. فطبعا ده وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين لأهل الذمة. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. لو اتكلمنا بقى عن هدف الحلقة اللي احنا اتكلمنا فيه، هنلخص الموضوع في الآتي: إن الدعوة ليها فن. أهل الباطل بيتفننوا إزاي يدعوا للباطل، إزاي يجملوه، إزاي يأثروا فيك بكل الوسائل. إحنا على الحق، إزاي نوصل الحق بالابتسامة وباللين وبالرحمة وبالحكمة وبالموعظة الحسنة. لازم قبل ما ندعو لازم يكون فينا إحنا الدعوة الأول، لازم إحنا نقيم الدين في نفسينا الأول، عشان لما ندعو ما نبقاش اللي بنقوله حاجة وإحنا عايشين في حاجة تانية خالص. ما ينفعش. لازم الظاهر والباطن يبقوا مع بعضهم،
واحد، مفيش فصل ما بين الظاهر وما بين الباطن. لازم اللي جوانا عقيدتنا، اللي جوانا واللي احنا مؤمنين بيه لازم يبقى على سلوكنا وعلى ظاهرنا. عمر ما الإسلام انتشر أبدا بالعنف ولا بالقهر ولا بالسيف زي ما بيقولوا. انتشر الإسلام بالتعامل الحسن، بالسلوك الطيب، بالتعاملات اللي على الحق. كل واحد ياخد حقه، سواء مسلم أو غير مسلم أو كافر أو أي حاجة تانية، كله ياخد حقه اللي ربنا سبحانه وتعالى أوصى بيه والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بيه. يبقى هنا لازم نرجع الإسلام تاني فينا وندعو مظبوط، فالناس تتقبل مننا الدعوة للإسلام وتنجذب إليه. لكن بالعنف وبالقهر وباللي بيحصل دلوقتي مش ده من الإسلام أبدا. طيب احنا هنا تعالوا كده نتكلم عن الطريقة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب بيها مثلا أهل الكتاب في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى بيقول: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. شوفوا كلمة يعني حوار كلمة. شوفوا بدأ ربنا سبحانه وتعالى هنا هو الدعوة من الله سبحانه وتعالى بالكلمة سواء بيننا وبينكم. يبقى الحوار باللين والحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ده مقام الدعوة. طب مقام الجهاد والمعاهدات ده بقى الحلقة الجاية إن شاء الله اللي هنتعرف عليها مع ضيفنا الكريم على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية. اللهم اجمع بيننا وبينهم في الآخرة كما آمنا به ولم نره. اللهم اجعل الدنيا تعارفا على سنته واتباعا له ولدينك من خلاله. اللهم إنك قائل لنبيك العظيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فأحبنا يا الله بحبه ووفقنا أن نتبعه حق اتباعه. آمين يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. وعلى حب الرسول صلى الله عليه وسلم نلتقي مع محمد عظيم الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد حبيب الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله.